السلام عليكم متابعينا متابعين قناة شوفرلي ستايل. طبعا اليوم عندنا معلومة على السريع اخوان. هذا بالنسبة للبريك الخلفي. هاي الطنابير يجب ان يكون اتجاه الدوران بالتساوي، يعني هاي اخواننا تفتر بدون مقاومة بسيطة، لكن بالجهة المقابلة مقاومة جدا قوية، فيجب ان نقوم بتنظيم عملية الفرملة بالنسبة للطنابير الخلفية. نعم متابعينا، هنا معلوماتنا على السريع اليوم بالنسبة لفتح هذه الطنابير اخوان او الفلنجات. اخوان وضعنا المفكات بهذه الطريقة اخوان، هسه كما واضح بالصورة. هذه المفكات اخوان نقوم بشد الصواميل ونقوم بسحبها من الجهتين يمين ويسار، طبعا بعد فتح هذه الصامولة اللي هي قياس 30، وتركب عليها مفتاح الراجز رقم 32 افتحها. نعم اخوان، اتمنى استفادتوا من هذا الفيديو اللي هي معلومة على السريع. شكرا.